اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم مارو، وحشتوني جدا جدا. عارف ان بقالي كتير جدا 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 ما نزلتش فيديوهات. مش عايز اطول عليكم في الفيديو دوت، ولكن انا هقول لكم حاجتين بس. ان شاء الله اسبوعين ونص واكون موجود في ميامي فلوريدا. هقعد اسبوع كامل واروح اكتر من اسبوع نيويورك بعديها في نفس الاسبوع، يعني اطلع من ده على ده. الاسبوعين يبقوا ورا بعض. ف بجد هعمل لكم كمية فيديوز رهيبة، ومحضر لكم بلانز كبيرة جدا، وهصور مع يوتيوبر في نيويورك. عايزكم انتوا تخمنوا مين. الفيديوز الجاية تبقى جامدة جدا جدا جدا، فأتمنى ان انتوا تستعدوا كده. وكمان متنسوش تعمل لي فولو على الانستجرام، هحط لكم الاكونت بتاعي الجديد في الفيديو. ويلا نبدأ الفيديو من غير كلام كتير، عشان انتوا وحشتوني جدا جدا. طيب انا في الفيديو دوت هقول لكم على حاجات مهمه جدا، ومش هطول عليكم كتير. اول حاجه، لو انتوا جيتوا هنا كاسره، ماشي، دايما كل واحد بيبقى معاه تليفونه، فبيلاقي عرض، فكل واحد بيروح مع شركه معينه. ممكن انت تلاقي ان ال $85 للشخص الواحد كاشتراك للنت تليفونك بيبقى رخيص، ولكن لو انتوا اسره ممكن تدفعوا قليل جدا. هديك مثال بسيط. عندي في الاسره كان كل واحد فينا بيدفع لوحده، اللي بيدفع $65 واللي بيدفع 85 وكده، اشتراك التليفون يعني والكلام ده كله. ولكن لما عملنا الفاميلي بلان مع بعض دفعنا حوالي $190، 5 افراد ونت البيت. دي اول حاجه كنت عايز اتكلم عليها. تاني حاجه هتذكر برضو في امريكا الانشورنس او التامين على العربيات. لو انتوا اسره برضو ومعاكم عربيات، 3 عربيات ولا 4 عربيات ولا عربيتين، تمام، دايما خلي الاب اللي هو الكبير في السن هو اللي على العربيه الغاليه. يعني انت مثلا لو معاكم عربيات هي غاليه وعربيتين رخيصه، او العكس، ايا كان، المهم العربيه الغاليه يبقى في الانشورنس اللي بيسوق العربيه ده الاب الكبير. هتقولي طب انا ممكن صاحب العربيه عايز يسوقها. ما انت صاحب العربيه يتحط عليها هو از درايفر، يعني هو سايق بس. تفرق كتير جدا في الفلوس، تمام. فانت لما تعمل كده هتقلل من البيمنت او المدفوعات بتاعتك الاسبوعيه او الشهريه للانشورنس. دي حاجه. ستيب تانية توفر فيها فلوس، وهي ادفع الانشورنس بالست شهور. لما تدفع الانشورنس بالست شهور والله العظيم هيسيف لك حوالي $300 ولا حاجه من الانشورنس بتاعك. هم يقفوا عليك دوت لو هو الشخص كويس اللي انت مشترك معاه. دي كانت بوينت. طبعا البوينت الاهم، يعني احنا كل مره هنعمق شويه، البوينت الاهم وهي اقساط العربيات. اقساط العربيات اللي انا بنصح بيها، تمام، لو انت شخص هتجيب العربيه للاستهلاك الكتير، تمام، فانا بالنسبه لي انا بقول وجهه نظري، انا هجيبها فاينانس مش ليس. شرحت يعني ايه الفاينانس والليس قبل كده في فيديو، فخش اتفرج عليه لو انت ما تعرفش يعني ايه لسه. ولكن لو انت هتجيب العربيه استهلاك بسيط، هاتها ليس، بحيث ان انت ممكن ترجعها تاني بعد 3 سنين ولا حاجه وتاخد عربيه تاني من عنده. لكن لو عربيتك استهلاك كتير اللي هو اوبر والكلام ده، انصحك ان انت تجيبها فاينانس، عشان هتزعل جامد في الفلوس. دي اعتقد البوينت رقم كام، 4 ولا حاجه. ماشي، نسحب البوينت دي. لو انت لسه جاي امريكا، نصيحه مني اعمل ال 401k. تاني ال 401k، لو نصيحه مني اعمل ال 401k، سواء اب او طفل او ايا كان الشخص اللي بيشتغل. طبعا لازم يكون بيشتغل يعني. تقول لي يعني ايه دي؟ انا شرحت قبل كده في فيديو يعني ايه، بس ولكن هقول لك ملخص بطيء ملخص سريع. البوينت كلها في الموضوع دوت ان انت حرفيا بتحط فلوس في مكان. المكان دوت بينفست الماني ديت او بيشغلها وبتقعد يحوش لك. بمعنى ايه؟ انا الشهر ده احط في ال 401k دي، اعتبرها بنك، بحط فيه انا $150، تمام. هم يحطوا لي $150، وهكذا 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 كل قبض. مثلا تيجي انت بعد عمر التقاعد مثلا 60 سنه ولا ايا كان عايز تتقاعد امتى، تمام، يدوك الفلوس دي، هتلاقي نفسك معاك مبلغ كبير جدا. وكمان تقدر تاخد بيهم من قبل التقاعد، تمام، لون على بيت. يعني انت لو شخص مش قادر ممكن تاخد منهم لون على بيت،
تمام. برضو انا شرحت البوينتس دي كلها. انا بص حوالينا ليه؟ عشان انا قدام الجيم وكله رايح جاي وانا فاتح الشباك وكله عمال يبص لي، هو انت بيتكلم مين؟ وانا حاطط التليفون على على العربيه، فهم مش شايفين ان في حد في العربيه. المهم انا شرحت قبل كده البوينت دي يعني، تمام. فخش برضه اتفرج عليها لو انت ما تعرفش قوي عن ايه ال 401k. تمام. نخش على حاجه تانية. ده انا قبل ما اقول الحته دي انا عايز اقول لك على حاجه، ان اي حاجه فاميلي ممبر او فاميلي بلان يعني مع بعض كعيله بتبقى ارخص لك في السعر. لو جيم هيبقى ارخص لك في السعر. لو رايح تجيب اي حاجه هتجيبها هي هتبقى حاجه ارخص لك في السعر. حاجه كمان، انا دايما بفضل ان انت تدور على بيت او ابارتمنت يعني، او ايا كان تعيش فيه، تمام، يكون مانث تو مانث. تمام. لو انت حاسس ان انت مش هتكمل في المكان ده. ليه يا عمر؟ اشرح لي الحته دي كويس. عشان انا بقول لك الخبايه دي عشان انا اتحطيت فيها، صحابي اتحطوا فيها، قرايبي اتحطوا فيها. ليه؟ لو انت جاي مش انت جاي بس تقعد في مكان، او انت جاي مثلا كاليفورنيا في ولايه في مدينه او مكان اورنج كاوني في مدينه اناهايم مثلا، تمام، وانت جاي عشان انت لسه جاي جديد، فانت ما تعرفش اول منطقه، بس انت قلت اهو لسه جاي اي حاجه خلاص، صح؟ اهي اي حاجه خلاص دي ليها قيمه في امريكا. فانت جيت عملت عقد في ابارتمنت في نوعين، 6 شهور، في سنه، في مانث تو مانث. يعني لو جيت عملت عقد معاهم سنه وجيت حبيت تطلع من المكان، هيقول لك لا، انت عامل معانا عقد سنه، مش هتعرف تطلع غير لما السنه تخلص. تمام. فتحط نفسك مشكله. 6 شهور نفس الكلام. لكن لو انت عامله مانث تو مانث، الميزه ان انت تطلع في اي وقت. انا الشهر الجاي خارج، السلام عليكم. ولكن لو انت عارف ان المكان جاي عليه كويس، او حد جاب لك المكان دوت او مرشحه لك وانت متاكد منه في المية هو كويس، خلاص دي ديفرنت كيس، ان انت جاي وعارف المكان فين. احنا عملناها اول حاجه لما جينا سنه، تمام، بعد كده عملناها مانث تو مانث تحسبا ان احنا جينا نطلع من المكان او كده يعني. فدي كانت بوينت مهمه في السكن، مهمه جدا لو انت واحد بتدور على مكان وحاسس ان انت ممكن ما تتاقلمش فيه او كده. دايما ما تبصش للايجار الرخيص، عشان الايجار الرخيص في امريكا معناها ان الاريا المعدل الجريمه فيها عالي، معناها او المنطقه مش كويسه، معناها المدارس فيها الريت بتاعها قليل. فانت لازم تاخد بالك كويس وانت بتختار المكان. ما تدورش بس هو ده ارخص سعر فانا هاخده ماشي، وتنسى ان في حاجات تانية حواليك كتيره جدا جدا جدا. على سبيل المثال، لو انت برضو دخلت في اشتركت في ابارتمنت رخيص، فانت جاي في امريكا جديد وهتدور على شغل حوالين الابارتمنت الرخيص دوت، هتلاقي كل المحلات وكل الاماكن تعبانه من الاخر يعني، وهوملس ووجع دماغ وكده. على عكس مثلا لو انت عايش في مكان كويس وتيجي تدور، لسه جاي امريكا جديد فبتدور على شغل في المنطقه اللي حواليك، انت معكش عربيه، فتلاقي اماكن كويسه. هي تتحسب كده. فهي الناس بتفتكر ان هو ذكاء ان انا ادور على ايه، اصل انا لقيت عرض مش عارف كام، ماشي، انت دورت كويس، دور على الريت بتاع المنطقه عامله ازاي، دور. لا، لازم يعني تستكشف المكان الاول اللي انت رايح تقعد فيه. تمام. فدي كانت يعني حاجه كده مهمه جدا جدا. حاجه كمان، بلاش لما تيجي ماشي تقول اصل انا لسه مش مذاكر الرخصه، اصل انا مش عارف ايه، خش امتحان الرخصه بالعربي. ما تعملش نفسك فيها مش عارف، فاهم؟ في ناس تيجي تقول لا اصل انا خش امتحان الرخصه بالعربي وانجز حالك. الامتحان هيعدي الاولاني والسواقه مش صعبه، انجز بس في الموضوع. ليه بقول لك كده؟ عشان في ناس تقول لك اصل انا لقيت شغل جنب البيت فمش هجيب عربيه دلوقتي. العربيه اقسم بالله العظيم 3 هتفتح لك ابواب شغل وحاجات كتير جدا في امريكا، مهمه جدا جدا. تمام. فدي بوينتس مهمه جدا حبيت اشرحها في الفيديو دوت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله الفيديوز الجايه في ميامي ونيويورك، والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا. لو بحبكم جدا جدا جدا، بس مش تعملوا فولو على الانستجرام، الاكونت بتاعي الجديد هنا هحطه هنا في الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.